يا مساء الهنا والسعادة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي قوي. حتى شوية الصوص اللي هيطلعوا منها هيمسكوا فيهم وهيتخانقوا عليهم من حلاوتهم وجمالهم. يعني هيسيبوا الوصفة الأساسية وهيمسكوا في شوية الصوص الجمال اللي هيطلعوا يجننوا زي ما هو هيطلعوا معاكم ان شاء الله في الفيديو النهاردة. حطوا حبايب قلبي لايك للفيديو وصلوا على النبي في التعليقات وقولوا لي بتتابعيني منين. ويلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. عندك فلفل الوان، عندك فلفل اخضر، فلفل حامي، زي ما انت عايزه قطعيه. يا اما تقطعيه شرايح رفيعه جوليان يعني، او تقطعيه قطع صغيره جدا بالشكل ده. عندنا كمان بصلايه تكون متوسطه كده، هقطعها برضو كده ايه، قطع متوسطه. كمية الخضار أو كمية الفلفل اللي أنتِ عايزاها زي ما أنتِ عايزة. استخدمت حبة من الفلفل الأصفر وحبة من الفلفل الأحمر والأخضر، وممكن تستخدمي كله رومي أخضر ما فيش مشكلة. بس بما إنه يعني الفلفل دلوقتي الألوان والأخضر يعني الفرق بينهم 3 جنيه، يعني الأخضر ب12 جنيه والألوان ب15. فأنا بصراحة قُلت يعني الألوان برضه قيمة غذائية عالية، فهاستخدم ألوان. قطعته كله قطع صغيرة بالشكل ده. بعد كده عندي هنا نُص كيلو من الكبدة. ممكن تستخدمي كبدة بلدي، كبدة مستوردة، كبدة فراخ، مفيش مشكلة. اللي موجود عندك يكون عندك بقى كده قطع ايه من الدهن او اللي بتكون جايه مع الكبده. يعني لو هتجيبي من عند الجزار هتبقى في قطعه كده دهن موجوده مع الكبده بتاعتك. ولو عندك بقى انت مفيش مشكله، عايزه تزودي زودي. لو هتعملي كبده فراخ زودي من عندك، او عندك اي حته لحمه تكون ملبسه كده قطعيها قطع صغيره جدا بالشكل ده. بصراحة الحتة البيضا اللي كان الراجل مديهاني الجزار مع الكبدة كنت حاسة ان هي عاملة زي ما يكون كده حتة دهنة ضاني. كان طعمها وريحتها حلوة قوي. قطعتهم، هي كانت شرايح، قطعتها انا مكعبات كده صغيرة. وبعد كده ابتديت ان انا حطيت بقى ايه، الحتة الملبسة او الحتة الدهنة في معلقة واحدة من الزيت علشان تبتدي ان هي تسيح معايا. طبعا الطاسة الاول تكون سخنة جدا والنار تبقى عالية علشان ما تنزّلش مَيّة، أنا عايزاها تنزّل الدهون صريحة كده. بعد كده هابدأ إن أنا أقلِّب فيها. بُصّوا بقى لمّا قطّعتها صغيّر بقت قطع صغيّرة جدًا بعد ما ساحت بالشكل ده. كده مش هتضايق في الأكل وكمان الولاد مش هيكتشفوها. هابدأ بقى إن أنا بعد ما خدت تشويحة كويسة هاضيف الكبدة بتاعتي. الكبدة ما بتتغسلش، يعني أنتِ تجيبيها بس في مكان كده يكون صابح ويكون مضمونة. لو أنتِ جايباها كبدة مستوردة تحت المَيّة السخنة وادّيها كده شوية شطفة بالمَيّة السخنة جدًا، جدًا المغلية. أنا علشان جايباها كبدة من عند الجزار فما غسلتهاش بصراحة. طبعًا هي مضمونة بتبقى محطوطة قدّامي وصابحة وكل حاجة. هابدأ بقى إن أنا أحط الكبدة وأدّيها كده إيه، صدمة أو تشويحة لحد ما لونها يبتدي إن هو يغيّر. طبعًا الكبدة من الحاجات اللي ما بتاخدش سِوَى كتير، يعني لو قعدت على النار كتير تشِد أو تأستِك معاكِ. فهي بتاخد يا دوب تشويحة كده علشان تطلع معاكِ حلوة بالشكل اللي هتشوفيه معايا. طبعًا في طُرق كتيرة نقدر إن إحنا نعمل بيها الكبدة، وأنا شغّالة هاقول لكم كده على كذا إضافة ممكن تضيفوها لو حابينها تبقى مختلفة. عندي بقى 5 فصوص من التوم. أول ما بتبتدي إن هي تاخد صدمة كده كويسة، بانزل أو بابشر كده ال5 فصوص من التوم أو معلقة كبيرة من التوم المهروس، زي لو أنتِ مخزنة توم عندِك. طبعًا لو أنتِ ما بتحبيش التوم الكتير تقدري تقللي ما فيش مشكلة، بس عايزة أقول لِك التوم من الحاجات اللي بتليق جدًا، جدًا مع الكبدة، بتدّيها طعم ونكهة حلوة أوي، أوي. ما تنسيش بقى تحطي لايك يا فوزية كده وأنتِ بتشوفي الفيديو. اللايك مش بفلوس خالص، ببلاش والله وما هتاخدي عليه يعني أي حاجة، يعني دعوة كده حلوة مني. المهم بقى يا بنات هابدأ بقى إن أنا هادّي التوم تشويحة. أول ما الريحة بتاعته تطلع هابدأ إن أنا هاضيف بقى إيه، الخضار. وطبعًا الخضار بتاعي أو الفلفل بتاعي مخلوط مع البصل، يعني مش هاحط البصل وادّي له تشويحة لأ، لإن أنا مش عايزة زي ما قُلت لكم الكبدة تقعد كتير على النار. أنا هادّي بس للخضار تشويحة أو تسبيكة سريعة كده بحيث إن هو يدبل معايا والتسكيرة بتاعته تخرج منه ويبقى يتكرمل بس معايا كده شوية صغيرين. يعني بتاخد حوالي بعد ما ضِفت الفلفل الألوان أقل من 10 دقايق، 8 دقايق على النار وبتكون خلاص كده استوت وبقت تمام. هاقلِّب بس كده. أنا ضِفت بس الفلفل على مرّتين علشان إيه، أقدر إن أنا أقلِّب ما فيش حاجة تُقع من الطاسة. يعني لو عاملة في حاجة كبيرة تضيفي كُلّه ما فيش مشكلة. هاقلِّب بقى كده تقليبة كويسة جدًا. وبعد كده هابدأ إن أنا هاضيف البهارات بتاعتي أو التوابل بتاعتي. وزي ما باقول لكم الكبدة ما بتاخدش بهارات كتير، معلقة كده صغيّرة مليانة من الكزبرة علشان التوم اللي إحنا حاطّينه. بابريكا بتدّي طعم برضه حلو وريحة حلوة ولون كمان حلو جدًا للصوص. ونُص معلقة صغيّرة من الفلفل الأسمر ومعلقة كبيرة معلقة صغيّرة مليانة من الملح.
بعد ما حطيت معلقة صغيرة من الملح حسيت إن هي محتاجة كمان شوية، فضِفت عليها كمان معلقة كمان صغيرة من الملح، طبعًا الملح حسب ذوقِك، فضيفي الملح ودوقي كده وشوفي هي محتاجة معاكِ قد إيه. هاقلِّب تقليبة كويسة جدًا، في ناس بتضيف معلقة من الخل، أنا ما باضيفش معلقة من الخل. عايزة أقول لِك بقى لو أنتِ هتعمليها بكبد الفراخ وعايزة تعملي بنفس الطريقة، ادّي بس للكبدة تسقيطة كده أو صدمة كده في شوية مَيّة مغلية حوالي 10 دقايق، وبعد كده كمّلي نفس الخطوات زي ما أنا عاملاها. لحد بقى غطيتها حوالي 8 دقايق زي ما هاقول لكم أو زي ما قُلت لكم، على نار تكون هادية لحد ما أعمل بس شوية سلطة طحينة كده في السريع. الطحينة دي أنا كنت عاملاها في البيت، عايزة أقول لكم طعمها جميل جدًا يا بنات، قرّبت أخلّص الكمية اللي عندي، وإن شاء الله هاعمل معاكم كمية وهاصورها لكم بقى وانزّلها لكم موفّرة جدًا، جدًا، وطعمها بجد مش هتفرقوها عن الجاهز. 3 معالق من الطحينة، نُص كوباية من المَيّة العادية من الحنفية، وهابدأ إن أنا هاضيف المَيّة بالتدريج، وهاقلّب لحد ما توصلي للقوام اللي أنتِ عايزاه. مش هاضيف لها إضافات كتير، يا دوب كده رشة من البابريكا والملح والفلفل الأسمر. في ناس بتضيف زبادي، عملتها كذا مرة برضه بالزبادي طعمها بيبقى تحفة جدًا، بس المرة دي أنا ما عنديش زبادي فعملتها بالطحينة بس كده وبالمَيّة، وتبّليها زي ما أنتِ عايزة، لو بتحبي طعم الخل ضيفي معلقة كده صغيرة من الخل ما فيش مشكلة. خلاص كده الطحينة بقت كويسة والقوام ده مناسب، لإن هي لمّا بتقعد كمان شوية بيبتدي إن هو القوام بتاعها يتقل كمان شوية، فخلاص كده القوام ده مناسب. نيجي بقى خلاص الكبدة بتاعتي بقت تمام، تعالوا نشوف بقى شكلها ما شاء الله، شوية الصوص اللي نزلوا منها بقى من الفلفل المحطوط والبصل، عايزة أقول لكم شوية الصوص دول يجننوا، يعني كل البيت مسك في الصوص وساب الكبدة أصلًا من حلاوته وجماله وطعمه بجد مسكّر جدًا، جدًا، الكبدة طعمها في منتهى الجمال. تقدري بقى تقدّميها مع عيش أو تقدّميها مع شوية مكرونة أو شوية رز أبيض، هيبقى عندِك ألَذ كبدة، شكلها بجد تحفة وطعمها وهمي وكمان كتّرنا الكمية، يعني ممكن تعملي نفس كمية الخضار دي وبربع كيلو كبدة كمان بس لو أنتِ عايزة. أهم حاجة برضه إن إحنا نقلل الكمية بس مش هنحرم ولادنا من الأكلات المغذية طبعًا، جنب شوية مخلل بقى وشوية عيش وادّي له، عايزة أقول لكم طعمهم يجنن. طبعًا أنا كنت هاعمل رز وبعد كده قُلت أنا عندي عيش أصلًا جايباه من امبارح، فرُحت مسخّناه كده تسخينة سريعة، بُصّوا البخار بقى طالع منه كإنه لسه طالع أو لسه جاي من الفرن، يجنن. كنت عاملة فيديو قبل كده وكنت خابزة فيه العيش، عايزة أقول لكم طعمه برضه حلو أوي لو أنتم عايزين تعملوا العيش في البيت أو يعني عندكم وقت إن أنتم تعملوا شوية عيش كده بنُص كيلو دقيق هتعملوه، كنت عاملة من نُص كيلو دقيق 30 رغيف، ودن قطة بقى بس تكون كبيرة كده شوية وتروحوا بقى حاطين عليها شوية كبدة وشوية صوص، يا سلام! تحفة يجنن بجد. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا لي رأيكم، ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وأشوفكم على خير، مع السلامة.